بعد تعب يوم طويل كخبير في مجالك حبيت ترجع لوطنك الأم مدينة الخبراء، بس بعد ما لفيت في المدينة لقيت إن عددهم كتر. بدأت تدور على مكان هادي وما فيهوش حد، وتسأل نفسك يا ترى فين المكان ده؟ وهل هو في مدينة الخبراء ولا بره؟ وجي دلوقتي تسألني كخبير في العزلة، فأظن طيبة قلبي هتخليني أقولك يلا جهز شنطة السفر وما تنساش المايوه وإزازة المية، عشان بين أكتر الأماكن رطوبة لأكتر الأماكن جفاف هنسافر أنا وإنت في رحلة قصيرة سوا لأماكن ما فيهاش بشر وما وصلهاش إنسان. ممكن يخطر في بالك إن الأماكن دي ممكن تكون جبال أو جزيرة مثلا، وممكن تكون صحراء. أنت صح. خلينا نبدأ بجبال النجمة في بابوا، غينيا بابوا أو غينيا الجديدة، اللي بتتمدد عبر جزء كبير من أندونيسيا. تبان جبال عادية، لكن مش غريب إن ما فيهاش ولا محطة أرصاد جوية، وده لأن معدل سقوط الأمطار السنوي بيوصل ل 10,000 ملم. واللي ما يعرفش معنى الرقم ده إيه، ده معناه كتير كتير قوي حضرتك. فخليني أقولك إن المعدل في مصر واللي بنشوفه كل سنة كانت أكبر قيمة ليه هي 200 ملم. متخيل قد إيه الفرق؟ ونتيجة المعلومات دي قربت تكون من أكثر الأماكن رطوبة بسبب معدل سقوط الأمطار. والرطوبة هنا معناها كمية المية اللي في الهواء، وكل ما زادت كل ما كان الوضع صعب لعيش البشر فيها. فكمكان هادي ومسالم أعتقد تقدر تشيله تماما من قائمة أحلام السفر بتاعتك. ننشف بقى نفسنا من البلل اللي اتبليناه وتعالى معايا مشوار صغير لأكتر مكان جاف في العالم، صحراء ناميبيا. من الطبيعي إن تكون الصحراء جافة، لكن كل حاجة ليها حدود، وبتتصنف الصحاري على حسب كمية الأمطار ودرجة الحرارة الثابتة وكمان الموقع الجغرافي. وأي صحراء بيكون وصفها إن هي منطقة قاحلة، يعني جافة وبيقل فيها المطر جدا، وبالتالي صعب وجود حياة للنبات أو للحيوان فيها. وصحراء ناميبيا تستاهل تبقى معانا النهاردة، وده لأن كمية المطر فيها 2 ملم في السنة، وده يثبت لنا إن مستحيل حد يعيش فيها، بالرغم إن موقعها الجغرافي مميز لأنها بتقع على طول سواحل المحيط الأطلسي وبتمتد لأكتر من 1200 ميل. وسبب كبر مساحتها إنها قريبة من السواحل، وإن البحار الرملية العملاقة تسببت في تكوينها. وبرغم كل ده في سكان أصليين قدروا يتعايشوا في الأماكن الأقل جفاف، وكمان في بعض من الحيوانات اللافقاريات قدرت تتعايش من غير مية، وده لأن طبيعتهم كده، ونسبة وجودهم كان أكبر من السكان الأصليين اللي شكلهم محبين للعزلة زيك يا خبير العزلة أنت يا متوحد يلي جاي تدور على مكان من غير بشر. وبذكر العزلة ففي مكان بعيد عن التكنولوجيا والحضارة الحديثة، يعني مكان ما يعرفوش فيه عن مدينة الخبراء. شايف البؤس والمعاناة اللي هم فيها؟ هو فالي دو جافاري، ده في البرازيل، والمكان ده موطن ل 14 قبيلة مختلفة بتشمل 3000 فرد من السكان الأصليين. وكان سهل إحصاء عدد السكان الأصليين، وده لأن الحكومة البرازيلية منعت الناس من دخول المكان لحماية السكان وتقاليدهم، لأنهم لسه بيستخدموا أدوات حجرية وحديدية. والمبهر فيها إنها أكبر من النمسا، وده لأن مساحتها وصلت ل 32990 ميل مربع. وعلى النظير التاني في مكان أطلق عليه وعلى سكانهم اسم سنتينيل، ودي تبقى جزيرة في خليج البنغال، بالتحديد بين السواحل الجنوبية للهند وتايلاند. دي معلومات خاصة بالجزيرة. أما السكان فهم البشر اللي عاشوا على الجزيرة من أول ما اكتشفوها ومنعوا الزوار والمستكشفين من دخولها. ده كمان ساعات بيتطور الموضوع ويوصل إنهم يمنعوا أي حد بالعنف، وإثبت يلا يا خبير منك له لا غزك. وحضرتك لو فكرت تروح هتلاقي فرد من القبيلة طلع ماسك عليك سلاح ومش هتعرف تغريب أي حاجة، تلفونات، فلوس، بستويك، سجاير، كيلوباترا، أندومي، وكل الحاجات دي. هو مش عايز نروح عنده، بس استنى ما تحكمش عليهم غير لما تسمع القصة كاملة. في أوائل سنة 1990 حصلت معارك بين السكان والمنقذين المسلحين، ومات فيها كتير، بس اللي كان أكتر السكان. وكل ده بسبب إن الجزيرة فيها حديد وسلع تانية من حطام سفينة غارقة. ومن هنا بدأ عداء السكان الأصليين لأي غريب، وبعدهم عن أي اتصال بباقي العالم، فبالتالي اعتمدوا على نفسهم في الأكل وبقوا يتعايشوا على المأكولات البحرية. فيعني حقهم الصراحة. أنا لو حد عمل معايا كده هتعزل بنفسي وهعمل مدينة صغيرة وهسميها مدينة الخبراء، أنا وأصحابي، ومش هندخل غير ناس قليلين موثوق فيهم واللي هيعملوا سبسكرايب للقناة، مش كده؟ يلا نكمل رحلتنا يا خبير. تعالى بقى نسيب الناس اللي في الحر دي وناخد جولة في روسيا شوية. أول ما تسمع كلمة روسيا هيجي على بالك التلج على طول، بس لما تسمع جمهورية ساخا مفروض تربطها بالتلج، وده لأنها من روسيا بتكون فوق الدائرة القطبية الشمالية، يعني بتكون أقصى الشمال، وهي تامن أكبر منطقة في العالم. وبحسبة إنها صغيرة فهي أصغر من دولة الصين،
وبتصل مساحة جمهورية ساخا 1,190,555 ميل مربع. تخيل بقى إن بيعيش فيها أقل من 1,000,000 شخص، وده بسبب إنها صحراء بس شديدة البرودة. هتقولي إزاي صحراء وبرد؟ هقولك يا صديقي الخبير، العبرة مش بالحر، العبرة هنا بالمكان نفسه ومدى احتوائه على الحياة. وأحب أقولك إن الصحراء الباردة فيها كائنات أقل بكتير من الصحراء الحارة. وفي اليوم العادي في فصل الشتاء عندنا بتكون درجة الحرارة في جمهورية ساخا 40 درجة، وبجانب إنها أكبر منطقة في أرض ياقوتيا اللي هي جمهورية ساخا، إلا إنها أكبر منطقة حكم ذاتي في العالم. وبما إن الطقس بارد هتكون في مناطق غير مستكشفة، أما المناطق المستكشفة ففيها جبال فرخويانسك. ولو حابب تتخيل شكل الجبال في صحراء باردة في فصل الصيف، فاسترجع معايا شكل جبال الألب، هتلاقيها صورة طبق الأصل بس بشرط يكون في فصل الصيف، وبكده يكون تم التخيل بنجاح. والمحطة التانية في جولتنا في روسيا هي شبه جزيرة كامتشاتكا، ودي بقى من أكتر الأماكن في الأنشطة البركانية. يعني مش بركان ولا 2، ده 160 بركان، منهم 29 نشط لحد دلوقتي، وقائدهم وأعلاهم هو كليشيفسكايا سوبك. تكسكبكة. وده أكيد صوتي وأنا بقول الكلمة رغم كل المشككين، فما تحاولش تشكك أنت كمان كخبير واكتب لي في الكومنتس أيوة ده صوتك يا إشراق يا جامدة يا اللي بتتكلمي روسي لبلب. وكليشيفسكايا سوبك ده بقى ارتفاعه 15,584 قدم. ولأنك معانا في مدينة الخبراء فهكلمك شوية عن البراكين اللي شكلها سهل يتحدد. يعني في براكين صخرية وده ارتفاعها أطول من البراكين الهضبية، وفي كمان البراكين الطبقية اللي بتكون وسط بين الصخرية والهضبية. كلمة بركان عامة في مناطق باردة شيء غريب، أنا معاك في ده، بس سبب تشكيل كامتشاتكا كان الصخور البركانية. ولو رجعنا شوية بالزمن هنكتشف إن الموضوع في الأول كان شق في صخور القشرة، وده اللي سمح بخروج الحمم اللي هي النار، نتيجة لأن درجة الحرارة في باطن الأرض بتكون ساخنة جدا، فأدت لانصهار الصخور ببطيء لحد ما بقت عبارة عن مادة متحركة سميكة اللي هي الصهارة. ولأن الصهارة أخف من الصخور، أول ما حصل شق حصل بركان، ومن هنا اتشكلت كامتشاتكا من البركان والبرودة. وبكده نكون خلصنا جولتنا في روسيا. بس حلقة النهاردة مليانة بالمفاجآت، فيلا علشان في رحلة هنشوف فيها أماكن طبيعية بس حواليها قلق المرة دي. هنروح مدغشقر، I like to move it. هننزل على حديقة تسانج دي بمراها، والمبهر فيها إن هي عبارة عن هضاب فيها شقوق بالعرض. مش بس كده، ده كمان سبب الشقوق المياه الجوفية اللي موجودة جواها. وبجانب إن هي حديقة فهي كمان محمية طبيعية، وقدرت تكون مأوى لعصافير نادرة ومهددة بالانقراض، وضمت كمان بحيرات وحافظت على الغابات العذراء من الإنسان، أو بالأخص من إيد الإنسان لحسن تقطعها. علشان كده سموها غابات العذراء، لسه محدش عارفها ولا استغلها. والسبب الأساسي اللي خلى الحديقة ما زالت محتفظة برونقها هي تكونها، أو بمعنى أصح الهضابة المسننة اللي محدش يقدر يمشي حافي عليها. لكن لو مصمم تقلع اللي في رجلك وتمشي حافي، يبقى الوجهة الجاية أحسن لك من هنا. في شبه جزيرة يوكاتان سينوتس جنوب المكسيك، دي بقى حكايتها ولا في الخيال. محتاجين بس موسيقى هادية وكيكة محشية حاجة على ذوقك، ويا سلام بقى لما تيجي تحط المعلقة يقوم الحشو نازل. ما تقلقش، ده مش إعلان ولا حاجة. اتخيل معايا الموقف، بس بدل الكيكة هيبقى كهف، والحشو هيكون مية جوفية. ولما نيجي نعيد الأحداث تاني فانت عندك كهف فيه مية جوفية، كده فاضل المعلقة، وده بقى هيقوم بدوره النيزك اللي بالفعل نزل بقطر 10 كيلومترات بقوة تأثير أكبر بملايين المرات من القنبلة الذرية. وده حصل من 65 مليون سنة، وساعتها كانت كارثة، وتسببت كمان في انقراض الديناصورات. ولو حابب تعرف أكتر عن الديناصورات وإيه علاقتها بالنيازك فأنت فايتك كتير، بس احنا فيها. ممكن تبقى تتفرج على الفيديو اللي نزل قبل كده عشان نركز في الكيكة، قصدي في الرحلة. نرجع لحكايتنا. نتيجة النيزك بقى شكل جزيرة يوكاتان سينوتس على هيئة قوس واضح. أما بقى الكهف فكان مليان بالفجوات الكبيرة اللي كشفت عن المياه الجوفية. سؤال دلوقتي، إيه الخطر دلوقتي؟ ما اللي حصل واللي كان. معاك حق، بس نتيجة الفجوات دي أدى لإضعاف الصخور وذوبانها وأي محاولة استكشاف خطرة، لأن الدخول مش زي الخروج. ما تقلقش، نهاية الحكاية غير متوقعة بالمرة، وبسبب جمال الطبيعة هناك أصبح في مكان آمن للزوار اللي أكدوا نقاء المياه هناك، وإنك هتشوف عجائب الدنيا تحت المية من غير ما تكون غواص حتى. يبان الكلام عكس بعض شوية، فاسمح لي أوضح لك. المكان أمان في بعض المناطق اللي بتستقبل الزوار، لكن للأسف روح الكشاف وحبك للمغامرة هيكون خطر عليك. شفت النهاية طلعت سعيدة ازاي؟ ولو زهقت من الأماكن المفتوحة والشمس الساطعة، تعال ننزل لتحت شوية، تحت كمان بس كده.
احنا دلوقتي عند أعمق مكان، خندق ماريانا غرب المحيط الهادي. ده حتى الغواصين المتدربين صعب يوصلوا لآخره، وده لأن الضغط في قاع الخندق بيزيد عن 703 كيلو جرامات للمتر المربع، وده ضغط أكبر من الضغط على سطح المية. جايز يخطر على بالك سؤال، ما يمكن في أعمق منه، اشمعنى ده؟ إجابة السؤال هتبقى في سلسلة جبال الهيمالايا المشهورة بطولها، وأشهرهم جبل إيفرست اللي لو اتحط في المحيط عند نقطة سيرينا ديب مش هيبقى باين من الجبل حاجة. فلك أن تتخيل، لأن طول الخندق 2542 كيلومترات، وأقصى عرض ليه 69 كيلومترات. وبالمناسبة المحيط فيه نقط عميقة بتتنافس، يعني عندك المركز الأول أعمق نقطة هي تشالنجر ديب بتبعد 10935 متر عن السطح، ده كمان بسبب عمقها تكاد تكون قريبة لمركز الأرض. أما المركز التاني اللي خدت فكرة عنه نقطة سيرينا ديب، وبيصل عمقها 10809 أمتار، وبالمقارنة فإن عمق النقطة أكبر بمسافة 2147 متر من ارتفاع قمة جبل إيفرست اللي طوله 8848 متر. ودي كانت إحصائيات سنة 2021 باستخدام مجسات الضغط. أظن كده الرحلة انتهت، وأظن كده كفاية عليك كخبير مرمطة كده من جبال لأعماق محيط ما تقدرش تستحمل مشاوير تاني معايا النهاردة. لكن لو عملت سبسكرايب ممكن نروح حتة تانية سوا، ولو دوست لايك هعرف إن المشوار عجبك. أما بقى لو حابب نكون حواليك دايما، هتلاقي عندك لينكات لينا على الفيسبوك والتيك توك. أنا حواليك وفي كل مكان يا صديقي الخبير. وكان معاك من ورا الميكروفون الخبير المغامر المحترف إشراق عويضة، واللي رسم لنا خطة الرحلة والحجز والطيران والإقامة كانت الكاتبة هدى هشام، واللي جاب لك المشاهد الساحرة دي من أعماق الإنترنت هو يوسف.